إلا صحيح، إزاي الكائنات على الأرض بدأت تتفاعل مع بعضها؟ الكائنات ما كانتش بس بتظهر وتتطور، لكنها بدأت تدخل في علاقات مباشرة مع بيئتها الجديدة، والنباتات لعبت الدور الأساسي في تغيير شكل الحياة البرية. الحكاية ما وقفتش على النباتات، لأن بمجرد ما الغابات اتكونت، الحيوانات لقت فرصة إنها تستغل الوضع. الحشرات والعناكب البدائية بدأت تستوطن النباتات وتتغذى عليها وتتنقل بينها، والمفصليات الأرضية زي أنواع الألفيات ومفصليات الأرجل كانت بتلعب دور منظفات البيئة، بتاكل الأوراق المتحللة والمواد العضوية. النباتات نفسها اتطورت علشان تتأقلم مع الحيوانات، جزء منهم بدأ ينتج مواد كيماوية تحميه من الافتراس. وخلونا هنا نقف وقفة ونقول إنه على الرغم من إن فكرة إن الغابات البدائية كانت نقطة تحول مهمة في تطور الأنظمة البيئية على الأرض مقبولة بشكل واسع، في مجموعة من التحديات والنقاشات العلمية حوالين تأثيرها الفعلي وسرعة انتشارها وتأثيرها البيئي. أولاً، هل النباتات الوعائية كانت العامل الأساسي في تغيير النظام البيئي؟ في علماء بيشوفوا إن النباتات الوعائية مش هي السبب الوحيد اللي خلى الحياة البرية تنتشر، لأن الميكروبات والفطريات كانت موجودة قبل النباتات الكبيرة بكتير، ولعبت دور أساسي في تجهيز التربة وتحليل الصخور، وده ساعد النباتات نفسها على الانتشار.